اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعظم ما ترجو به الله هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم وسيلة لقضاء الحوائج هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفى همك ويغفر ذنبك. مثلا أنا همي أن شيء معين يحصل، إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعل هذا الشيء يتحقق بفضل الله، فلهذا تتحقق الأمنيات بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الشباب في مقتبل العمر، يقول: عندما قرأت عن فضل الصلاة الإبراهيمية عكفت على ترديدها 3000 مرة يوميا، ومن بعدها بدأت أتعجب من تلك الأمنيات التي تحققت لي حتى قبل أن أفكر بها، وبدأت أنصح من حولي بترديدها. وإحدى الأخوات أيضا تقول: حابة أقول إني لي سنين طويلة أدور على شغل وأقدم وما يصير شيء، ومن قبل أسبوع سمحت لشخص جلس يصلي على النبي بعدد كبير، فقررت أصلي عليه الصلاة والسلام في الأسبوع 12,000 صلاة إبراهيمية، وقسما بالله ما جاء السبت إلا 4 شركات كلمتني أسوي معاهم مقابلة شخصية. الحمد لله يا بنات، صلوا على النبي، فيها أجر وراحة وسعادة وفتوحات وتحقيق أحلام، والله شاهد على ما أقول. وقصة أخرى تقول: من فضل الله علي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تم اعتقالي من بيتي، ومنذ هذه اللحظة علمت أنه لا نجاة لي إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ضللت ليلة كاملة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى لي الفرج من عند الله تعالى، فكنت أول الخارجين من الاعتقال في اليوم التالي من اعتقالي. قصة أخرى: أعرف شخص كان عمله غير جيد وظروفه صعبة، ونصحه أحد الإخوة بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستغفر حوالي 5000 مرة في اليوم، و1000 مرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلال شهر تقريبا من الله عليه بوظيفة مرموقة. نعم أخي، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، فما بالك إذا صاحبتها بعبادة الاستغفار وكنت من المكثرين من الصدقة؟ ستجد أبواب الخير تفتح أمامك بإذن الله تعالى. وهذه قصة أخرى، يقول صاحبها أو صاحبتها: منذ فترة تغيرت حياتي بفضل الله، ثم فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أصبت بسحر لا أدري من عمله ولا لماذا، ولكني كنت أعاني منه دون أن أدري أنه سحر، حتى فهمني الله فضل الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأيت في منامي أني أخرج من صدري، من قفص الصدر، شعر معقود بشكل مرعب، ومن بعدها عادت إلي صحتي وهدأت نفسي، ولم أتوقف عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة يقول: والله 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 العظيم رب العرش العظيم لا يلتزم مسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأتاه الفرج والفرح والفتح والنصر والسرور سريعا 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 كسرعة البرق. كلامي من واقع تجربة شخصية، والله على ما أقول شهيد. لعظم أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتوهم العبد أنها مجرد فضيلة، بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة الملائكة وهم أعظم المخلوقات، ثم أمرنا نحن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول آخر: أبشرك، كان ببالي هدف أريد تحقيقه، وبفضل الله تحقق بأكثر مما كنت أتمنى، والسر طبعا الصلاة الإبراهيمية،
والله أريد أن أخبر كل مهموم أو صاحب حاجة مهما بدت استحالتها أنها ستتحقق بمفتاح الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول آخر: أنا مقيم في دولة أجنبية وضاع مني جواز سفري وليس لدي أي وثيقة تثبت هويتي، وتوجهت إلى سفارة بلدي ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا، وأغلقت الدنيا واسودت في وجهي، وفقدت كل أمل في أن أعود إلى بلدي. وبدأت بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمدة 3 أيام متواصلة، وفي صباح اليوم الرابع اتصلت بي سفارة بلدي ومنحتني جواز سفر بدل الضائع. أخت أخرى تحكي: حبيت أقول لمن له أمنية فليردد الصلاة الإبراهيمية كثيرا. فعلا عندي 2 أنتظر بشارة دون جدوى، لكن التزمت فيها بس 2 فقط، وجدني البشرى التي انتظرتها طويلا. بكيت فرحا. فعلا كل الأذكار لله مفيدة، لكن الصلاة الإبراهيمية سحر عجيب، وقوية وسريعة في تحقيق الأمنيات، وسرعة في إجابة الدعاء. فإن كنت تتمنى فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحول الأحلام إلى حقيقة. وفي الأخير، وفي لطيفة عجيبة أوردها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال فيها: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد من بر الرجل بأبيه، وذلك أن الملك الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس عليه يقول: يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك، فيكون المرء سببا في ذكر اسم أبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم البر والإحسان. وفيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.